كان يا مكان، كان في قلم رصاص عايش حياته كلها بيكتب، يعلم ويرسم أحلام الناس. كل يوم على الورقة يحكي حكايات، يخطط أفكار، ويشارك في بناء مستقبل. ورغم كل اللي بيعمله كان عارف إن الأستيكة واقفة جنبه، مش بتسامحه لو غلط، تمسح كلامه لو ما عجبش حد، وكأنها بتقوله الغلط ممنوع. لكن القلم الرصاص ما كانش بيشيل هم الأستيكة، لأنه كان عارف إن البراية هي اللي بتمثل الخطر الحقيقي. البراية كانت حادة، ما عندهاش قلب. كل يوم كانت تبريه أكتر وأكتر، تخليه أقصر وأضعف. بس القلم كان بيقول لنفسه دي طبيعة الدنيا، طول ما أنا بنفع الناس ما يهمنيش، أتبري وماله. الأيام عدت والأستيكة فضلت تمسح، والبراية فضلت تبري، لحد ما القلم الرصاص خلص وما بقاش له وجود. الأستيكة كمان وهي بتحاول تمسح وتصحح خلصت، اتبقى منها فتفوتة صغيرة ملهاش لزوم. أما البراية سلاحها الحاد صدى وبقى تلم، وما بقتش تقدر تبري. وفي وسط استسلام القلم الرصاص والأستيكة والبراية ظهر القلم الجاف، رفع راسه بفخر وقال أنا مش زيكم، محدش يقدر يمسح كلامي، ومش محتاج لحد يبريني، أنا مختلف. وبدأ يكتب ويكتب، لكن لاحظ حاجة غريبة، حبره بيقل يوم بعد يوم. حاول يتجاهل الموضوع وكمل كتابة، لكن في النهاية حبره خلص هو كمان. وقتها أدرك القلم الجاف حقيقة الحياة. كلنا مهما كان دورنا مصيرنا واحد. القلم الرصاص عاش يفني نفسه عشان ينفع غيره، الأستيكة كانت بتصحح الأخطاء، والبراية ساعدت القلم يكمل مشواره. وحتى القلم الجاف اللي كان فاكر نفسه أقوى اكتشف إن النهاية حتمية للجميع. كلهم راحوا وسابوا وراهم ورقة مكتوب عليها ما يهمش احنا ايه أو بنعمل ايه، المهم إننا نسيب أثر قبل ما وقتنا يخلص.